اليوم أعظم قوة إعلامية ليست الإذاعات ولا القنوات الفضائية ولا الصحف ولا حتى المواقع الإلكترونية. اليوم أعظم قوة على الأرض إعلامية هي وسائل التواصل الاجتماعي. خوارزميات هذه الوسائل ليست بريئة، وإنما هي مؤدلجة وتعمل في اتجاه واحد. ما هو هذا الاتجاه؟ هذا الاتجاه كشفه صاحب كتاب نظام التفاهة الفيلسوف آلان دونو. نجحت مواقع التواصل في ترميز التافهين، أي تحويلهم إلى رموز، فصار يمكن لأي جميلة بلهاء أو وسيم فارغ أن يفرضوا أنفسهم على المشاهدين عبر عدة منصات تلفزيونية عامة، هي في أغلبها منصات هلامية وغير منتجة، لا تخرج لنا بأي منتج قيمي صالح لتحدي الزمان. آلان دونو يتحدث عن واقع، كيف يأتي شخص تافه ويستعمل وسائل التواصل الاجتماعي فيتحول إلى نجم، يتحول إلى ستار كما يعبرون، تتحول إلى فاشينيستا، ثم تصبح في مقام تستطيع قيادة المجتمع. لا نتحدث عن قيادة سياسية أو قيادة دينية، نتحدث أنها تصبح متبوعة أو يصبح متبوعا، بحيث الجيل الجديد بالدرجة الأولى يحاكونه في كل شيء، يأخذون بأفكاره. بل هذه الشخصيات قد تخرج من وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح في الفضائيات وفي المحافل العامة عنصرا وجوده ضروري، ويعطي رأيا في كل شيء. يصبح رأيه السياسي هو الصحيح، رأيه الاقتصادي هو الصحيح. بل أصبحت هذه الشخصيات تفتي في الدين وتقدم قراءات دينية ويجبر الناس على قبولها. لذلك نحن أمام حرب حقيقية ميدانها الفعلي هو وسائل التواصل الاجتماعي، التي بحسب آلان دونو تسعى إلى ترميز التافهين، تحول التافهين إلى رموز. وواقعا أغلب دولنا اليوم أصحاب برنامج التولك شو مثلا أو أصحاب القنوات المليونية نجدهم في الأعم الأغلب من التافهين الذين أصبحوا رموزا، ثم شئنا أم أبينا لا بد أن نعترف بهذه الحقيقة، أصبحوا هم من يقودون الساحة اليوم.